خبر عاجل من الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة. إليكم التفاصيل. حث الملك محمد السادس الحجاج المغاربة على تجنب الخلافات، وأن يكونوا بمثابة سفراء للوطن وحضارته العريقة وهويته القائمة على الانفتاح والتسامح. وقال الملك في رسالة وجهها لهم مع المغادرة أول رحلات الحج الجمعة: اعلموا أنكم في هذا المقام العظيم بمثابة سفراء لدينكم في موسم عظيم يجسد الأخوة الإسلامية والوسطية في الاعتقاد والسلوك، ونبذ كل مظاهر التطرف والغلو وكل ما يبعث على الشقاق والعدوان، داعيا الحجاج إلى التسامي عن سفاسف الأمور والخلاف الموقع في المحظور. وأوضح أن الإسلام أقام ركن الحج على أساس تجسيد المساواة بين المؤمنين، وهم على صعيد واحد بالبيت الحرام ومنى وعرفات، وذلك بإحرامهم حيث لا تميز بينهم بأي اعتبار، ولا تفوت بينهم في هذا المقام من حيث المراتب والأقدار. كما ذكر الملك الحجاج المغاربة في هذه الرسالة بما يقتضيه هذا المقام من أداء المناسك بكل انضباط والتزام، وتجاوب صادق مع فقه الحج بأركانه وواجباته وسننه ومندوباته.